النهاردة هنعمل بيتزا في البيت، سهلة وبسيطة صدقوني، لا هتاخد وقت ولا مجهود. ومكوناتها هنلاقيها في المحل اللي تحتنا أو في أقرب هايبر ماركت. ويمكن على بال ما تروح ولا تنزلوا دلوقتي حالا تلاقوا عامل عروض زي اللي أنا عملتها دلوقتي واستغلتها. أول حاجة هنبتدي بالمكونات، وأنا جايبة مكونات بسيطة جدا. أنا ابتديت بالسلامي وجبت معاها بسطرمة، وصدقوني عشان كان عليها عروض برضو زي ما بقول لكم. وجبت بصل وفلفل بس على النار شويه لغايه ما يتبلوا، والموتزاريلا بتاعتنا والزيتون الاسود، وطبعا صلصه البيتزا اللي ما نقدرش نستغنى عنها. في حاجه يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منها قوي، انا بستخدم عجين جاهز من اقرب فرن فينو جنبي، بدهن ايديا زيت وافرده على طول، بيبقى جاهز ومتخمر وطعمه حلو جدا، وده اللي بيبقى هش وحلو خالص. وانا عندي مشاكل في ايديا فعشان كده ما اقدرش افرد عجينه. نيجي بقى لاحلى صلصه بيتزا دي. مكوناتها يا جماعة جميلة جدا، هي صلصة جاهزة، توم، زعتر، ريحان، مش أكتر من ده، وطبعا الملح والفلفل ما نقدرش نستغنى عنه. أول طبقة هحطها هي الفلفل والبصل، أوزعه تمام. بعد كده البسطرمة، لأن البسطرمة يا جماعة انتوا عارفين تاخد وقت في السوا، فلازم تبقى أقرب للعجين عشان تاخد من سخونة العجين وتستوي. بعد كده هروح موزعة السلامي، لأن السلامي أصلا مدخنة ومستوية مش محتاجة نار كتير. هحط الموتزاريلا من على الوش وافردها كويس قوي واوزعها صح. واخر حاجه الزيتون الاسود من فوق، علشان لو اتحط تحت الجبنه واختلط بالصلصه يا جماعه بيمرر صدقوني، فخلوه من على الوش بعيد عن اي المكونات. ويلا بينا على الفرن ونشوف احلى بيتزا وهي طالعه وهي قدام عينينا. ايه رايكم؟ مستنيه رايكم وتعليقاتكم، ومحدش يبخل عليا. وما تنسوش كمان الشير واللايك. نسيت اقول لكم يا جماعه، انا اتبقى عندي حته عجين، رحت عملت صينيه تانية بس حطيت عليها طماطم من على الوش مع الزيتون، لان ابني الصغير بيحبها، فبرضه هتعجبكم. بس ما تكتروش طماطم علشان كمان ما تبقاش طريه قوي. نقطع ونقدم، وبألف هنا وشفا، وتفضلوا معانا. باي باي.